بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم سهل وبسيط. والنهاردة هنعمل قرص خطيرة جدا من الشوفان والدقيق، طعمها رهيب جدا ومفيدة جدا جدا، مع كوباية الشاي كده بالنعناع. وهنطلع فوق على السطح وهنشوف ازاي هننشف النعناع بتاعنا في الظل، لأن تنشيفه في الظل أفضل كتير. ويلا بينا نبدأ الأول في عمايل القرص. عندنا كوباية دقيق، وعندنا نص كوباية دقيق شوفان، وعندنا كوباية لبن فيها معلقة زبدة، ومعانا الخميرة بتاعتنا والسكر وشوية ملح كده صغيرين. بنيجي كده في نص الدقيق بتاعنا ونحط الخميرة بتاعتنا والسكر، ونضيف شوية من اللبن الدافي والزبدة، ونقلبهم كده. هنلاقيها طلعت فقاقيع كده، نعرف ان خلاص الخميرة بتاعتنا ممتازة تمام كده. بعد كده هنبدأ بقى نلف كل المكونات بتاعتنا كده ببعضيها بالمعلقة، وبعدين نبدأ نعجن بإيدينا. بعض النتائج بتاعت النقل والثانوية والأولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة إعدادي، وظهرت نتيجة الترم الأول. ونصيحة لنفسي والأولياء الأمور، مهما كانت درجة الترم الأول نشجع ولادنا ونعرفهم دايما إن في فرصة تانية، وإن هم يستغلوها ويستفيدوا منها، ونفتح باب الأمل قدامهم. ومحدش يعني يلوم طالب قوي على درجة جابها في الترم الأول. احنا بنبقى زعلانين طبعا كأولياء أمور وكمدرسين مسؤولين، ولكن إيه، اللي يظهر الأمل، ونتكلم معاهم في نقطة اللي حصل ممكن إن احنا نعوضه. لأن هو الطالب بيبقى من جواه حاسس بالحزن وحاسس بالألم لما بيسمع درجته ودرجة زمايله، مين أكتر ومين أقل. فبنكتفي بإن هو مر بالتجربة دي، وإحنا بنحاول ننقله نفسيا منها لحالة تانية، بحيث إن هو يعوض اللي فاته ويبقى دايما عنده أمل في الحياة. ركننا العجينة بقى بتاعتنا، عجناها وركناها ونغطيها كويس قوي كده، ونحطها في مكان دافي. وعلى ما تخمر بقى نبدأ نغسل النعناع الجميل بتاعنا، ونبدأ نغسل البرتقان عشان عايزين قشر البرتقان. قشر البرتقان من الحاجات الجميلة جدا، وزي ما احنا عارفين بقى بتدخل معانا في حاجات كتير جدا، البسكوت والكيكة والكلام ده. والنعناع لما نيجي ننشفه في الضلة، ما ننشفوش في الشمس. امال ايه اللي هينشفه؟ اللي هينشفه الهواء مش الشمس. بعد ما غسلناه كده وصفيناه، بنفرده على فوطة كده نظيفة، ونبدأ برضو نشيل المية الزيادة دي اللي عليه بالراحة كده. وبعدين هنجيب أي خيط موجود عندنا، ونبدأ نعمل كل كام عود كده مع بعض، نجمعهم كده ونربطهم مع بعض لحد ما نعمل منهم عقد كبير كده جميل كده. وبعدين نعلقه في حتة، أو لو على شباك المطبخ عندك ممكن، لو في سطوح عندك نطلع على السطح كده ونعلقه في الضلة. تجفيفه في الضلة بيخليه محتفظ بلونه الأخضر، ما بيبقاش مسمر كده زي اللي تنشف في الشمس. حتى لما بنيجي نعمله بنلاقيه ان كأنه رجع للونه كده المخضر ده الجميل. كل كام عود كده صغيرين مع بعض، ونعمله زي الايه، العقد كده. اللي فاض بقى مننا خلاص جمعناه، اللي معرفناش نربطه والحاجات الصغيرة كده هنحطها جنبنا كده، ونحطها بقى مع الشاي او تحطيها على السلطة دي، تبقى ايه، طازة عندك كده. الشراب القديم ده بقى احنا هنطلع على السطح، بما اننا طالعين على السطح وهنعلق النعناع بتاعنا، هناخد الشراب ده علشان فيه كتكوت من الكتاكيت كده، حاسه انه ملوش ريش. فهنحاول نعمل له ايه، معطف شتوي كده جميل، واشوف هتنفع الحكايه دي ولا لا. هنلبسهوله بحيث ان هو تدفيه شويه في الجو اللي احنا فيه ده. نشرنا كده النعناع بتاعنا ويكون في حتة ضلة، ولبسنا الكتكوت برضو الجاكيت الجميل بتاعه. بس حسيت ان الكتاكيت كده مستغرباه يعني،
هو صغير جدا مع انه في نفس سنهم، وما عليهوش ريش كتير غير ريشين كده على جناحته بس. اول ما وقف في وسطيهم استغربوا سابوه ومشيوا، بس انا حسيت ان هو دفيان يعني ومبسوط بيه الصراحة، هو مش معترض. نزلت بقى من على السطح لقيت العجينة تمام مختمرة واخر تمام، شوية دقيق كده على الرخامة، وهعمل منها بقى رغيفين صغيرين كده او قرصتين كده صغيرين، وبرضه هنسيبهم يخمروا تاني قبل ما نسويهم. بشوية اللبن بقى اللي موجودين اللي فاضوا مننا، كان حوالي معلقتين كده من اللبن فاضوا عليهم اللي كان عليهم الزبدة اللي كنا عاجنين منهم. هنحط ده في صينية، وأي مخبوزات بتعمليها بطني الصينية بنقطة زيت كده أو سمنة ورش عليها شوية دقيق على ما تخمر برضو تاني، يعني حوالي 10 دقايق كده. هنبدأ نبشر البرتقان بتاعنا بعد ما غسلناه غسلة كويسة جدا، وفي حاجة بقى محكمة الغلق كده عشان ريحته الجميلة دي ما تروحش، هنبدأ نحطه ونشيله في التلاجة. وانتي بتبشري البرتقان ما خلي البرتقانة برضو فيها اللون المصفر، يعني ما تخشيش قوي على اللون الأبيض، وما تخليهاش هي نفسها بيضة بعد ما تشيلي من عليها القشر. احنا بناخد طبقة خفيفة 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 بسرعة كده من على وش قشرة البرتقان، ما بنتوغلش فيها جوه. ولو عندك بقى زيت من الافكار برضو الجميله، لو عندك زيت انت مش حابه ريحته او حاسه ان ريحته غريبه، بتحطي فيه معلقه بس من بشر البرتقان ده وتسيبيه كده 24 ساعه وبعدين تصفيه. بتبقى ريحه الزيت في منتهى الجمال، بتبقى ريحته برتقان خالص. لو حابه بقى تضيفيه على بسكوت او حاجه بتضيفيه. بنبدأ بقى ندهن وش القرص بتاعتنا كده باللبن اللي فاض مننا، وتدخليها الفرن على درجة حرارة 180. وعلى ما تستوي برضو كنا خلصنا، وهنشيل بقى بشر البرتقان بتاعنا. ريحته روعة جميلة جميلة جميلة. لو بشرنا على قشر البرتقان ده جزر وعملنا بيه مربى الجزر ومع عود قرنفل، بتبقى تحفة جدا جدا، بتحسي ان كلها مربى برتقان كده. الزيت بيبقى ممتاز وبتتخلصي من ريحته اللي مش عاجبك. القرص بتاعتنا طلعت. اعملي بقى كوباية الشاي الجميلة كده، وحط فيها عود النعناع، ولو عندك بقى كده قطعة جبنة قديمة جميلة، واقعدي افطري. قرص جميلة جميلة وريحتها تحفة قوي 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 وصحية جدا. انا اول مرة اجرب دقيق الشوفان، جميل جدا ونتيجته ممتازة قوي. لو وصلت معايا لحد هنا اتفضلي معايا، وشكرا للمشاهدة. ولو أفادك الفيديو يا ريت تعملي لايك وتنوريني بالاشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.